أبو حنيفة صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. كان أبو بكر الصديق في حال قراءته وفي حال صلاته يشم عنده رائحة الشواء، وما ذلك إلا لاحتراق كبده. فيقول لهم: هل بينكم وبين ربكم هذا آية تعرفونه بها في علامة بينكم وبين ربنا؟ فيقولون: نعم. الساق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما، فجاءت عائشة ففتح لها الباب ثم رجع. هل لك سلف في هذا؟ هل لك سلف؟ قلت له ما هذه القناة؟ نعم، إنها المخدرات. وأقلب. أيها الحقير، أيها الخنزير، أيها اللعين، أيها المجرم، أيها الذي لا اسم لك. تبا لك. وإذا ما حاكم تحكم بالعدل هذا واجب أمير واجب إمام. جاتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ ما هذا؟ سيدنا الزبير بن العوام بطل الإسلام كان بيبارز واحد من الكفار، فنزل بالسيف على رأسه فنقل الخوذة وشق الواد لحد نصه، نزل كده شقه بالطول كده لحد النصف، بقى نصف إنسان. Really nigga؟ اقلب. أبدأ مع حضراتكم مسألة الملف الشيعي. أنا بس عايز أقول إن إحنا تأملنا في مسألة الانتشار الشيعي، والانتشار الشيعي الممنهج الذي يقتحم بيوت أهل السنة والجماعة من خلال الأقمار الصناعية. الشيعي الذي يعني أتعب الأمة منذ أن ظهر لم يكن هنا فيروس الشين. نعم، فيروس الشين. صرخة تبقى على مر السنين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. نعم، فيروس الشين. صرخة في الأزل، لا يا إلهي، لا فتى إلا علي، لا فتى إلا أمير المؤمنين. ما هذه القناة؟ النجد أنا في خطر، أشهد أن لا إله إلا الله. سوف أموت، لقد اقتحموا بيتي وهو غير محصن. يا إلهي ماذا سأفعل؟ والانتشار الشيعي الممنهج الذي يقتحم بيوت أهل السنة والجماعة من خلال الأقمار الصناعية. اقتحموا بيتي، سأتصل بالنجدة. لماذا هذا الهاتف الكافر لا يعمل؟ هل تشيعت أيها الهاتف؟ ألو، أنا في خطر، لقد هجموا على بيتي، دخل فيروس شين. نعم فيروس شين، وبيتي غير محصن. فيروس شين. نعم، فيروس شين. نعم، لقد دخل بيتي فيروس شين. سوف أموت، هذه نهايتي. النجد أنقذوني، بيتي غير محصن. لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. نعم، كيف أقوم بتحسين بيتي من هذا الفيروس؟ فالحذر، امنعوا أبناءكم من مشاهدة القنوات، أزيلوا هذه القنوات من شاشاتكم التلفزية، أزيلوها بالكلية. أمحوا جميع القنوات؟ وهل هذا هو التحسين؟ وهل هذا هو كل ما عندكم؟ أيها المسلمون، أيتها المسلمات في كل مكان، في كل مكان من الكرة الأرضية، أقول لكم امنعوا أبناءكم من مشاهدة القنوات الشيعية. وأنتم أيضا امحوا هذه القنوات، انزعوها، اتركوها. إذا أردت أن تضع الصحن، ما يسمى بالصحن هذا لأخذ التقاط القنوات، وأتيت بمن يعني يضعه لك، قل له امحي جميع القنوات الشيعية، لا تدع ولو قناة واحدة. هل انتهيت؟ أحسنت. الآن امسح جميع الفيروسات الشيعية، لا تترك ولا فيروس شيعي في التلفزية من شاشاتكم التلفزية. الآن حول الطرق إلى الخليج. يا أخي قلنا لك إلى الخليج. ألا تعرف ما هو الخليج؟ روتانا سينما، MBC، قنوات أهل السنة. قد يقول قائل إنما نريد أن نعرف خطرهم. يا إخواني،
ليس لنا حصانة علمية تحمينا. امسح كل هذه القنوات، اتركوا هذه القنوات، امنعوا أنفسكم منها، أزيلوها، ما تبقى أصلا. لا نريد أن تبقى قنوات الشيعة الرافضة الضلال. أنا ليس لدي حصان يحميني ولا حصانة. امسح كل هذه القنوات. بئس التكنولوجيا. أنا أخاف على عيالي من قمر الشيعيسات، لأن فيه أعداء الملة وأعداء الإسلام. أعداء الملة أعداء الإسلام تبدو وتظهر في على شاشاتنا. هناك قنوات الحمد لله، قنوات أهل السنة للفائدة. الشيعة لا نستفيد منهم شيئا. أنا لا أستفيد من هذه القنوات شيء. اترك لي فقط قنوات أهل السنة. الحمد لله انتهينا ومسحنا جميع القنوات الشيعية لنشاهد قنوات أهل السنة. تكبير يا اخوان، تكبير تكبير. الله أكبر، تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا امرأة، هل لدينا شيء للتحطيم اليوم؟ ترى الرجل يا شباب، الرجل عورته بين الرجال، ترى ما يجوز انه يبدي الا الوجه والكفين بس. الصدر ترى عورة، والبطن عورة، والفخذ عورة. أنت مثلك مثل المرأة بين النساء. أي قمر اصطناعي هذا؟ اقلب. استنى يا غبي يا ابن الغبي يا حيوان يا ابن الحيوان. قلت له أنا أريد قنوات أهل السنة. هذا قمر ناسيونال جيوغرافيك للحيوانات. اقلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حديثنا اليوم عن أنواع الخرفان. الخرفان؟ لماذا لا تتكلمون عن البقرة الحلوب؟ أنا اشتهيت حليب يا ماما. الخرفان كما تعلمون هي ذلك الحيوان اللطيف الجميل، ويجمل كلما كان عمره صغيرا. اقلب يا اقلب. ومن الخطأ في الدعاء قول بعضهم الله يخليك والله يخليك والله يخليك، ومعنى هذا يتركك، وهذا لا يصح، بل نقول الله لا يخليك. وقيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لبعضهم الله يخليك يا شيخ، قال إذا الله خلاني فمن يتولاني؟ فلا تقول أن الله يخليك، بل قل الله لا يخليك. يا امرأة، يا امرأة، والمرأة الله لا يخليكي، أنا عطشان، ائتوني ب5 لترات من بول البعير من الثلاجة مع كبدة مشوية، أنا جائع. من الصحابة من شرب الخمر ومنهم من زنى ومع ذلك هم ساداتنا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. مش ممكن يا اخوان الاختراق الشيعي. انا فوجئت برضو من فتره ان هناك نشيد موجود على الموبايلات، ومع الاسف مع بعض الاخوه السلفيين. صلى الله على طه خير الرسل وازكاها، وعلى الكرار ابي الكرماء، وعلى الزهراء وابناه. الله اكبر، الله اكبر. ما هذه الكلمات الكفريه الشركيه كيف تسربت الى بلادنا؟ صلى الله على طه خير الرسل وأزكاها، هذا كفر شرك، وعلى الكرار أبي الكرماء هذا شرك أيضا والعياذ بالله، والزهراء وأبناها هذا فيروس شين تسلل إلى بلادنا. الله أكبر. أين المفر؟ أين هي السلطات المحلية والفضائية لتمنع هذا النشيد الكافر المرتد المشرك؟ منتج تشوفونه شامبو واضح، يمكن أكثر البيوت يمكن 70% موجود هذا المنتج وفي دورة المياه، ولكن أنتم لا تعلمون. عندنا هنا مكتوب عبد المؤمن. المؤمن، من هو المؤمن يا أخوان؟ الله. من هو المؤمن؟ الجبار. من هو المؤمن؟ الذي خلق السماوات والأرض. من هو المؤمن؟ الذي أوجدك وأوجدني. من هو المؤمن يا أخوان؟ هذه رائحة أديداس الجميلة، ماذا مكتوب فيها؟ شين؟ يوجد فيها حرف الشين؟ إنه فيروس شين، هذا المنتوج الشيعي كافر، أعداء الملة، أعداء الإسلام. أعداء الملة، أعداء الإسلام.
ما شاء الله على هذه القنوات وهذه المشاهد. الآن أصبحت عندي حصانة ولكن أريد حصانة أكثر. فالفيروس شين خطير جدا، إنه فيروس فتاك. ماذا سأفعل؟ تذكرت اليوم عندنا اجتماع في المسجد لمحاربة هذا الفيروس بعد صلاة المغرب. احنا بإذن الله بنتهز فرصة ان احنا بكرة في مؤتمر كبير لمحارب يعني لبيان خطر المد الشيعي في مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة المغرب. اجتماع في مسجد عمرو بن العاص. هذا الصحابي الجليل الشجاع القوي الذي من كثرة شجاعته أنه حين اشتدت الحرب تحصن بهذه الطريقة. وأنا لمعجزاتي. حين اشتدت الحرب سيدنا عمرو بن العاص الشجاع تحصن بخلع سرواله وملابسه أمام سيدنا علي فنجا منه قبل أن يقتله. تكبير تكبير، الله أكبر. هذه هي الشجاعة التي تضرب بها الأمثال. يجب أن نقتدي بالسلف الطالح ونخلع ملابسنا في المسجد لمحاربة هذا الفيروس، فهذه الحصانة تستحق ذلك. لمحاربة يعني لبيان خطر المد الشيعي في مسجد عمرو بن العاص. الحمد لله الحمد لله، أصبحت عندي حصانة. قاموا بتلقيح بدواء يقتل ويقضي على فيروس شين. اسم هذا الدواء سيدنا رضي الله عنه قتل سيدنا رضي الله عنه وكلاهما في الجنة. ما شاء الله على هذه الحصانة، لقد أصبحت كالحصان. ما من الشيعة الذين شايعوا عليا؟ شيعة علي هم اللي نصروا سيدنا علي زعما، خاصة فوقاش لقيت اللي كان يقاتل سيدنا معاوية رضي الله عنهم جميعا. وأكد تحذير إلى السلطات الأمنية الداخلية والخارجية. وأكد تحذير إلى السلطات البرية والبحرية والفضائية. وأكد تحذير والتحذير هذا إلى أهالينا في كوسوفو، إلى أهالينا في الجزيرة الوقواقة والموزمبيق، وإلى أهالينا في المريخ وفي الكواكب الأخرى والمجرات. أكرر تحذير ولا ننسى إخواننا الحيوانات أولهم الحمير من هذا الفيروس. لقد تكررت الشكايات كثيرا من دخول الروافض إلى البلاد، وحينما حذرت من هؤلاء في كوسوفو نشط الأئمة والدعاة هناك. والحمد لله بعد هذا التحذير الخطير أصبح الأئمة في نشاط، وكثرت المحاضرات والدعوة لمحاربة هذا السرطان. أمي عائشة ترميها بما رماها الأفاكون. أمي عائشة صحابة النبي. ما شاء الله على هذه الحيوية وهذا النشاط، ولكن رغم ذلك يجب أن ننقي المدينة من هذا السرطان. النفس الشيعي في مصر لازم نبطره. أنا هبطره، أنا والشباب هنبطره. أنا بقولها المسؤولين أهو، اكفونا هذا الأمر، لن نصطدم معكم، ولكن أقسم بالله لبادئ بالشباب من الأسبوع القادم في تمشيط الدولة قرية، شبر، ثلاجة، مركز، بيت، كوكب، مدينة، دار، جحر، زنقة، مطبخ، فرد. والله ما نترككم، والله ما نترككم. إذا لم تستطع القضاء على هذا الفيروس شين فاعلم أن السبب في ذلك هي إيران. هي السبب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الريبورتاج الجديد. كما تعلمون هناك بعض الشباب المغاربة في المغرب يهاجرون إلى أوروبا على القارب في البحر، ويسمون هؤلاء المهاجرون بالحراقة، يعني يحرقون الماضي للبحث عن لقمة العيش في أوروبا.
ونحن نجري هذا الريبورتاج التقينا مع مهاجر يريد الهجرة لنشاهد ماذا يقول. أنا سئمت، أريد أن أهاجر إلى أوروبا وليس عندي كثير من المال، حياتي تدمرت، ماذا أفعل؟ ساعدوني. لا تقلق يا أخي، لا تقلق، أنا أعرف رجل يساعد الناس على الهجرة وبالمجان، ولكن ليس إلى أوروبا بل إلى إيران. إيران؟ كيف ذلك؟ شاهد معي كيف تتم إجراءات السفر إلى إيران. هذا الكيان الرافضي المجوسي ما خص يكون معاه التساهل ابدا. وانا في رايي واقولها من قلبي، لو كان الامر بيدي اي واحد تضبط في المغرب دخل في دين التشيع نسحبوا منه الجنسيه ونهزوه ونديروه في شي قذيفه ونصيفطوه لايران. ما رأيك في هذه الطريقة؟ إنها سريعة جدا وبالمجان. لماذا لم أسمع بهذه الطريقة؟ فقط يجب أن أعلن تشيعي. يا سيدي أنا شيعي وابن مليون شيعي، أريد أن أهاجر إلى إيران بهذه القذيفة، أبلغوه بأنني تشيعت. أين هي القذيفة؟ أين هي القذيفة؟ كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، كل من يريد أن يهاجر إلى إيران فما عليه إلا الاتصال على الوكيل الوحيد الشيخ قذيف للرحلات السريعة على الرقم 0000. وهذا نداء إلى جميع المغاربة أن يتصلوا بهذا الشيخ الكريم الشيخ قذيف. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. نحذرهم وحذرناهم فذهبنا إلى بلادهم ونصحناهم في أكثر من بلد، قلنا هؤلاء أعداء الأمة كيف تثقون فيهم؟ قالوا أتخافون علينا من التشيع؟ سبحان الله، كيف لا نخاف من التشيع؟ والواقع يثبت كم من تشيع من قبائل العرب المعروفة تشيعت، ما كان التشيع له هذا الوجود، وكذلك الانتقال للرفض. وآخر كلمة قالها أحد الأشخاص الذين كتبوا محزنة عما يحدث في بعض بلاد المسلمين، قال أخشى أن يمر يوم فيقال كان في هذا البلد سنة. السلام عليكم، ممكن سؤال لو سمحت؟ نعم اسأل. قرأت في هذا الكتاب أنه كان هناك مذهب اسمه أهل السنة، هل هذا صحيح؟ مذهب أهل السنة؟ لم أسمع به في حياتي، هل هو نوع من البطيخ أو الأسماك أو الحليب؟ لا يا أخي، إنه دين اسمه أهل السنة، قرأت عنه في هذا الكتاب. أنا جائع، أغرب عن وجهي. قال أخشى أن يمر يوم فيقال كان في هذا البلد سنة. السلام عليكم يا أخي، ممكن سؤال؟ نعم اسأل. هل سمعت بمذهب أهل السنة؟ مذهب أهل السنة؟ تذكرت جدي كان قد حدثني به، قال لي أنه كان هناك مذهب يدعى مذهب أهل السنة لإرضاع الكبير ولكن انقرض. قال أخشى أن يمر يوم فيقال كان في هذا البلد سنة. السلام عليكم يا جداه، ممكن سؤال من فضلك؟ نعم يا بني اسأل. كم عمرك يا جداه؟ عمري 120 سنة يا بني. هل تعرف مذهب اسمه أهل السنة؟ مذهب أهل السنة؟ إذا لم تخني الذاكرة يا بني، نعم كان هناك مذهب اسمه أهل السنة ولكن انقرض يا بني بسبب الفيروس شين. فيروس شين؟ نعم قرأت هذا في هذا الكتاب، حدثني عنه أكثر. يا بني هذا الفيروس اخترق بيوت الناس عبر الأقمار الاصطناعية وعبر الفواكه واللحوم والحليب، وكل من يأكل فاكهة أو يشاهد التلفاز يصاب بداء الشين. يا الله، وهل أنت عشت تلك الفترة يا جداه؟ نعم يا بني، أنا كنت من مذهب أهل السنة فأصبت بداء الشين فأصبحت الآن شيعي، فكل البلاد الآن شيعية. الآن فهمت، لهذا أنا ولدت شيعي. نعم يا بني، كل محاولات المشايخ والسلطات الأمنية والبرية والبحرية والفضائية لمنع هذا الفيروس من الانتشار باءت بالفشل يا بني، والسبب في ذلك هو الكذب. كانوا يكذبون كثيرا على هذا الفيروس. يكذبون على هذا الفيروس؟ لم أفهم.
نعم يا بني، كلما كذبوا عليه كلما تكاثر أكثر فأكثر، وكل يوم كنت أرى الناس تصعب بداء الشين وتسقط أمامي وتتشيع. يا بني، لا أريد أن أتذكر تلك المشاهد المؤلمة. لا تبكي يا جدة، لا تبكي، يبدو أنها كانت مرحلة صعبة. أتركك يا جدي، شكرا على التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله.